اتحاد جدة، الفريق اللي لو كسب اوكلاند سيتي هيواجه الاهلي في كاس العالم للانديه. في الفيديو ده هنتكلم عن نقطه ضعف فريق اتحاد جده، واللي بتعتبر من وجهه نظري النقطه الابرز، وهي العرضيات والضربات الثابته. اللي هيتعرض ده كل الاهداف اللي دخلت في مرمى اتحاد جده عن طريق العرضيات والضربات الثابته في الموسم الحالي، بدايه من البطوله العربيه اللي بدأ بيها اتحاد جده الموسم، مرورا بمختلف البطولات اللي بيشارك فيها من بطوله عربيه والدوري السعودي وكاس الملك ودوري ابطال اسيا، لحد اخر ماتش قبل كاس العالم للانديه ضد ضمك في الدوري السعودي. واحنا بنتفرج على الاهداف تعالوا نشوف شويه ارقام بخصوص النقطه دي. الارقام دي بعيده عن ماتش الذهاب في دوري ابطال اسيا اللي ما اتلعبش واتحسب بفوز اتحاد جده. اتحاد جده في الموسم ده من اول ماتش الترجي في البطوله العربيه لحد ماتش ضمك في الدوري لعب 27 ماتش، دخل مرماه 28 جول، منهم 21 جول من العرضيات والضربات الثابته. اتحاد جده دربوا 3 مدربين الموسم ده، نونو سانتو واللي ماسك الفريق من الموسم اللي فات. الفريق معاه الموسم ده لعب 21 ماتش، دخل مرماه 18 جول، منهم 15 جول من العرضيات والضربات الثابته. بعده اتولى مساعده حسن خليفه الفريق في ماتش واحد، دخل مرماه جولين، منهم جول من عرضيه. بعد كده المدرب الحالي مارسيلو جاياردو اللي مسك الفريق في 5 ماتشات، دخل مرماه 8 اهداف، منهم 5 اهداف من العرضيات. الفريق سيء جدا في التعامل مع العرضيات والضربات الثابته والركنيات، عرضيات من اي مكان من الملعب، من الاطراف او من العمق، وعرضيات الاطراف سواء عاليه او على الارض، والجول بيدخل بكل الاشكال، سواء بضربات الراس من الكور العاليه او الكور اللي بتبقى في مستوى منخفض شويه بمستوى القدم، او متابعه من الخصم بعد العرضيه، او خطا من لاعبي اتحاد جده والارتباك اثناء العرضيه. والمشكله لسه موجوده، هل هتتحل مع عوده حجازي من الاصابه، ولا هيقدر جاياردو يلاقي لها حل في كاس العالم للانديه؟